وجاي يشكي عيني يا عيني. الست تفضل عايشة طول عمرها مستنية جوزها يناولها كوباية مية، وأول ما تموت يعمل لها كولدير. عزيزي الرجل، ليه مش حاسس بقيمة مراتك أو خطيبتك أو صاحبتك أو رفيقتك أيا كان مسمى العلاقة؟ يعني ليه تفضل تتسحلب وتتدحلب وتلف وتدور وتروح وتيجي، تبعت لي استيكرات وتجيب لي ورد وهتحسسني إن أنا مرتبطة بحمزة نمرة، وبعد ما تديني كل حاجة فجأة تاخد كل حاجة وتمشي؟ ليه لا اكتشف ان انا مرتبطه بحزمه بصل؟ ليه كل حاجه حلوه عمرها قصير؟ ليه تدوقني حلاوه البدايات وبعدين تدوقني المر من كعاني؟ ليه يا عزيزي الرجل لو فاكر انك كده انتصرت عليا تبقى ما تعرفنيش يا حبيبي، ده انا زي ديل البورس يتقطع يطلع له جسم جديد على طول. ولو فاكر اني هموت جوايا وابكي على حالي تبقى غلطان يا العادي، ده انا احلامي اللي بلودان يا عره الرجاله، يعني اللي في جمالي تفعل فعالي، واللي مش عاجبها من شعرها هجيبها، وزي ما جبتها من شعرها هجيبك تحت رجلي راكع. يعني يوم ما تفكر تاخد اهتمامك وتجري ايسوير انك هتندم. فكر يا جميل وراجع نفسك قبل ما تندم. وعلى رأي الأستاذ تامر عاشور، هيجيلي موجوع دموعه في عينه تعبان، هتجيله اسبوع 1 ويك واحد بس، هيجي بعديها ندمان. ايوه